السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على اهم 3 حاجات عملتهم في الثانوية فرقوا معايا بشكل كبير جدا. اول حاجة، الحل الكتير. لازم بعد ما تخلص الدرس، اول ما تروح البيت وتبدأ تذاكر الدرس، قبل ما تنقل تذاكر المادة بعدها، تكون المادة دي ما تكونش سايبها غير وانت حالل عليها. والحل الكتير، لو انت بتحل في اكتر من كتاب، ما ينفعش تحل في الكتاب ده جزئية وتروح الكتاب ده جزئية. لازم الكتاب اللي بدأت تحل فيه تخلص على الجزئية اللي انت ذاكرتها الحل بتاع الجزئية كلها اللي موجودة في الكتاب، وبعدين تنقل على الكتاب اللي بعده تخلص برضو الجزئية كاملة. ان كل كتاب بيكون حاطط لك كل الافكار، فانت اما تسيب جزئية محلتهاش يبقى اكيد في افكار محلتهاش، فانت قبل ما تروح الكتاب اللي بعده تحل نفس الافكار اللي انت حللها هنا. بقول نفس الافكار مش نفس المسائل، فانت تروح تحل نفس الافكار، هيكون في افكار انت لسه محلتش عليها، فانت الاول تخلص كل الافكار في الكتاب ده، وبعدين تروح الكتاب اللي بعده تبدأ تحل فيه. الأفكار مش هيجيب أفكار من بره المنهج، هي بتكون أفكار وبيكررها على شكل مسائل وخلاص. فأنت الحل كتير، ولو بتحل في أكتر من كتاب ما تروحش تحل في الكتاب التاني غير لما تخلص حل على الجزئية اللي انت ذاكرتها. تاني حاجة، المادة اللي بتاخد فيها درسين. الوقت ده كان الوقت اللي أنا سبت فيه درس من الدرسين دول، بسبب إن لقيت إن الوقت اللي كان بيضيع على الدرسين، إن أنا أروح درس وأروح على نفس الدرس، وعادي يكون أنا فهمت الدرس الأولاني، كان وقت كبير جدا. فأنت لازم تفكر إنك تسيب درس من الدرسين كنت بتاخد درسين، ولو وفرت الوقت بتاع درس من الدرسين دول للمذاكرة أو الحل للدرس الاولاني اللي انت رحته، هتكون انت الكسبان كتير. تالت حاجه فرقت معايا بشكل كبير جدا جدا، وهي قيام الليل في الوقت اللي احنا فيه ده، اللي هو شهر 1 وشهر 2 وشهر 3. دول ال3 شهور اللي في السنة كاملة، اللي هم ال12 شهر اللي انت مضغوط فيهم وحاسس ان الضغط كبير. بكل بساطة فكر كده، هل انت في اول السنة اما ما كنتش خدت كمية الدروس دي وكمية الضغط، وكان كله مهتم بيك، وكان كله تاخد الدرس تروح الاستاذ يشرح لك الدرس في مره ويحل لك عليه في مره، ده كان اول السنه ما كنتش مضغوط. ان اخر السنه بعد ما تكون خلصت المنهج وبتحل، والمسألة دي أنا حلتها مرة، طب شفتها كمان مرة، لا أنا حللها أول مرة، فكرة جديدة أفكر فيها أحلها، هتكون الدنيا بسيطة لأن أنت مخلص. أما دلوقتي كل المدرسين بتسعى إن هي تخلص المنهج بتاعها، فالاهتمام اللي كان اول السنه مفيش مدرس مهتم، دلوقتي كله مركز في الشرح ويشرح بكميات كبيره علشان يخلص المنهج بتاعه. فانت في الوقت ده لازم، ان كنت بتصحى بالليل قبل الفجر تذاكر شويه وتصلي الفجر وتكمل بعد الفجر، فدي احلى فكرة. تمام، ما كنتش بتصحى فانت لازم تصحى عشان تصلي الفجر، وتصحى قبل الفجر بنص ساعة تصلي قيام الليل، وتدعي كتير جدا الكلية اللي نفسك فيها، وان ربنا يشيل التوتر والضغط والقلق ده من عليك. قيام الليل ده في ناس تزوجت بسبب قيام الليل، وفي ناس دخلت الكلية اللي نفسها فيها بسبب قيام الليل، وناس فكت ديونها بسبب قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من له حاجة فأقضيها له، هل من كذا، هل من كذا. تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول كده، هو مستني انك تدعيه، وخليك طماع في كرم ربنا عز وجل، وربنا هيكرمك ان شاء الله، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بس يا صديقي، لو وصلت لنهاية الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بننزله. ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وهنرد على كل اسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. بجد، انا مشفق عليكم والله، سامحوني انا معلش على كمية فانتا اللي في الفيديو. يعني والله بمنتج بتاع الفيديو كمية فانتا اللي عديهم يكتب لي كم مرة قلت فانتا في التعليقات.